تعالى معايا اقول لك حبه معلومات لازم تبقى انت عارفهم لو لسه هتنشئ مزرعتك، وبالاخص لو هتزرع فيها انسجه نخيل. واول معلومه لازم تعرفها هي مسافات زراعه النخيل. بالنسبه ليك لو انت هتزرع نخيل مثلا برحي انسجه او مبدول انسجه او بنتجوره او فسيله، فلازم يبقى عندك مسافات واسعه ما بين النخيل. يعني ممكن تزرع النخيل بتاعتك على مسافه 8 في 8 او 9 في 9 او 10 في 10، وكل ما تزود في المساحه ما بين النخله والتانيه كل ما بقى افضل ليك في المستقبل، عشان ما يحصلش زي ما احنا عارفين التداخل ما بين الجريد، وبالتالي هيأثر على الانتاجيه بتاعتك. تاني معلومة لازم تبقى انت عارفها هي نوع التربة اللي هتزرع فيها النخيل بتاعتك. تقصد يا هندسة اللي فيه انواع تربة ما ينفعش ازرع فيها نخيل؟ لا، كل انواع التربة تنفع تزرع فيها نخيل ما دام التربة اللي عندك فيها نسبة ملوحة كويسة، الصرف بتاعها كويس ما بتحبسش مية، مفيش صخر على عمق قريب من سطح التربة، فانت كده تقدر تزرع نخيل وانت مطمن. بعد ما حددت المكان اللي هزرع فيه النسيج، هتيجي الخطوه اللي بعد كده ان انا اجهز له الجوره اللي هزرعه فيها. طب بالنسبه للجوره مثلا لو انا هزرع في وجه بحري هنا ارض سمراء، بالنسبه للارض السمراء احنا بنعمل حاجه اسمها احلال للتربه اللي عندي. يعني بعمل حفره مثلا على عمق 80 في 80 في 80، وابدا املاها بالرمل مع الخدمه اللي انا هحطها من سوبر فوسفات وكبريت زراعي وكومبوست، وبعد كده باجي احفر على قد النسيج اللي انا جايبه وازرع في قلب التربه اللي احنا عملناها جديده دي. اما بالنسبه للارض الرمليه، انا مثلا بشوف النسيج اللي انا جايبه عمره مثلا سنتين في قصريه 40، بعمل على قد القصريه بتاع النسيج او ما يناسب التربه اللي موجوده في قلب النسيج، واحط له الخدمه بتاعته واردم على كده، ويبقى انا كده جهزت الجوره اللي هزرع فيها النسيج. نيجي بقى لاخر حاجه واهم حاجه، وهي المكافحه اللي بتتم على النخله اللي انا زارعها، وازاي احافظ عليها من الاصابات سواء فطريه او حشريه. اول حاجه لازم ازرع نخيل مقاومه للافات سواء فطريه او حشريه، زي زراعه الانسجه، والحكايه دي انا اتكلمت عنها وقلت ازاي الانسجه بتقاوم الافات الفطريه والحشريه بشكل كويس جدا، واتكلمت عنها في فيديوهات كتير قبل كده. تاني حاجه الانتظام في الري. اهم حاجه في عمر النخله وحياتها هو الري. لو كترت في الري هيعمل لي مشاكل فطريه كتير، لو قللت في الري هيعمل لي مشاكل في النخله، فكتره بيأذي وقلته بيأذي. اخر حاجه معانا لازم تتبع برنامج مكافحه مناسب لعمر وحجم النخله اللي عندك سواء نسيج او بنتجوره تحت اشراف هندسي. واحنا هنا في مشاكل الحياه بنديك برنامج مكافحه مناسب لعمر النخيل اللي انت هتاخدها سواء انسجه او بنتجوره، زائد ان احنا بنبقى متابعين معاك لحد ما النخله تثمر باذن الله، وبعد كده بنتابع معاك في نقل الفسائل والتلقيح. يعني مشاكل الحياه معاك لحد الاخر. وده كان فيديو النهارده، ويا رب اكون فدتكم، واستنوني الفيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.